السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مكرونة وايت صوص وستريبس، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. هنا بقى الفراخ حطيت البهارات عبارة عن ملح وفلفل اسمر وكزبرة وجنزبيل وبابريكا وكركم وزبدية. الزبدية بقى ما شاء الله بتخلي طعمها حلو قوي، بعد ما تسويها كده وتاكليها بتخلي نكهتها حلو قوي، واللحمة طرية من جوه كده وما شاء الله بيبقى طعمها حلو. وممكن تضيفي شوية لبن مع الزبادي. هقلب بقى البهارات مع الزبادي تقليبه كويسه كده واحطها في التلاجة. اقل حاجه تسيبيها ساعتين في التتبيله. آه، طول ما بتسيبيها وقت اطول في التتبيله بتتشرب اكتر وبتبقى طعمها ما شاء الله حلو. هقلبها بقى تقليبه كويسه واسيبها بقى في التلاجة لحد ما اعمل المكرونه. هنا بقى بصلايه وفلفل وتوم. ويا ريت بقى يكون عندك فلفل الوان بيديها طعم حلو قوي، بس انا ما كانش عندي غير الاخضر. المكرونه بقى كل اولادنا بيحبوها ويروحوا المطاعم بياكلوها، الطبق بينزل غالي. انتي بتعمليها في البيت بيبقى اوفر وطعم احلى طبعا، وما شاء الله بتزودي بقى في اللبن. حاجه بقى عاملاها لاولادك. ما شاء الله بيبقى حاجه نظيفه عاملاها بايديكي واثقه فيها واوفر كمان. وطعمها بسم الله ما شاء الله مش محتاج جنبها اي حاجه. وانا بقى بقطع البصلايه كده والفلفل والثوم، هحط ميه تغلي للمكرونه. نكسب وقت بقى كده، نحط الميه تسخن على ما نجهز حاجات البشاميل كده تكون الميه سخنت. والثوم بيديها نكهه حلوه قوي. تغيير في الاكل بقى ايه كده، نغير لاولادنا كده وننوع لهم في الاكل. هنا بقى ضفت لها زيت ومعلقه هريسه شطه. هقلبهم بقى كده تقليبه كويسه. هنا بقى الميه غليت، حطيت لها شويه ملح، مش بحط زيت عشان الزيت هيخلي المكرونه ما تتمسكش مع البشاميل. وحطيت نزلت كده بالمكرونه. هنا بقى البصل كان اخد لون حلو. هنزل بالبهارات. البهارات بقى عباره عن كزبره وبابريكا وكمون وفلفل اسمر وملح ومرقه دجاج. عايزه تستغني عن مرقه الدجاج براحتك، انتي حاطه بهارات هي مش محتاجاها. لو عايزه تشيليها مش بتحبيها براحتك. بقلب كده بقى البهارات مع البصل والثوم كده والفلفل تقليبه كويسه. بعد كده هنزل بقى ب3 معالق دقيق. بقلبها بقى تقليبه كويسه كده دي ياخد لون حلو. بعد كده هنزل باللبن. هي طريقتها طريقه البشاميل، بس الاضافه ايه اللي احنا بنحط فلفل وثوم والبهارات. هنا بقى هنزل باللبن. اقلبها بقى كده هلاقي قوام البشاميل ما شاء الله جميل. هزود بقى بقيه اللبن التاني. ونسيت نفسي بقى وحطيت اللبن كله. المفروض اسيب كوبايه لبن كده على جنب عشان الستريبس مع البيض وكده، نسيت خالص. انا بقى ايه دقتها لقيتها عدبه فضفت لها شويه ملح، ولقيت البهارات برضو طعمها مش باين فيها قوي، فضفت شويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه كزبره. طعمها هيعجبكم قوي، اللي لسه مجربهاش يعني جربيها مش هتندمي. طعمها هيعجب اولادك وهيعجبك. هنا بقى القوام ما شاء الله بقى كده قوامه حلو كده. ريحه البهارات بقى مع البشاميل بتطلع ريحه حلوه قوي. المكرونه كانت اتسلقت، مش بغسلها، هصفيها كده واحطها على البشاميل. ما شاء الله وكيس مكرونه 400 جرام طلع كميه حلوه. هنزل بقى بالمكرونه كده اقلبها كويس وهوطي عليها النار، اسيبها بس دقايق كده يعني دقيقه كده على النار تشرب من البشاميل. بعد كده هطفي عليها. بصوا بقى اللبن كتير ازاي فيها البشاميل كده ما شاء الله كتير فيها كده بقى طعمها لذيذ قوي. زودت بقى اللبن ونسيت ان انا اشيل بقى للفراخ بس مش مشكله يعني. هنا بوريها لكم بقى ايه بعد ما سبتها على النار شويه كده ما شاء الله جميله. هنا بقى فيجيتار حامي وبارد حسب ما بتحبي بقى، عايزاه بارد بس او حامي بس حسب ما بتحبي اعملي. بس الفيجيتار ده نوع حلو قوي افضل من البقسماط. البقسماط جبته كذا مره بحس البانيه بيتحرق مني كده. فالفيجيتار ده نوع حلو قوي. وحاطه طبق فيه دقيق مع غير طبق الفيجيتار. والبيضتين بقى بلدي عليهم شويه فلفل اسمر، المفروض احط عليهم اللبن انا نسيت اللبن فمش مشكله.
بس اللبن بقى كان هيساعد معاكي برضو اللي انتي متحتاجيش بيض كتير. انا خلصت البيضتين وحطيت بيضة تانية، وفي نفس الوقت اللبن مع البيض بيديها طعم حلو برضو. هنا بقى حطيتها في الدقيق وفي البيض وبعد كده في البقسماط على الزيت على طول. ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. وحركه الدقيق كده مع البيض بتعمل لها كده قرمشه جميله قوي من بره. يعني كل مره بقى بنعمل فيجيتار بس كده، فالمره دي بقى حبيت اعمل لكم بالدقيق مع الفيجيتار. عملت طبقه حلوه قوي كده وكانت ما شاء الله مقرمشه وجميله، نفس اللي بتجيبها من بره بالظبط. يبقى ناخد الفراخ على الدقيق على البيض على البقسماط. ما تنسيش بقى تحطي شويه اللبن على البيض. هنا بقى خلصت الكميه كلها هقليها. وبايدك بقى عايزه ترفعي الفراخ اكتر من كده، برضو في ايديك ان انتي تخليها ارفع من كده او الحجم ده. احلى حاجه بقى لما تاكليها سخنه كده ما شاء الله. البهارات بقى مع الزبادي عشان نكهه وطعم تحفه. نسويها بقى كويس كده ونطلعها. بتمنى بقى كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. وبشكر كل المشتركين اللي عندي وبحبكم قوي وبشكركم من قلبي. تعليقاتكم بتفرحني قوي، وبفرح قوي لما حد بيقول تعليق حلو كده. بحس الانسان ده طيب وقلبه ابيض يعني كده. اللي بيطلع كلام حلو يا جماعه تعرفوا الانسان ده طيب وقلبه ابيض. وربنا يكبر بخاطركم. كلمه طيبه صدقه. ممكن حد يقول لحد كلمه تزعله، ما تخلوش ينام بالليل، تجرحه. الكلمه الطيبه مفيش احسن منها. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويفرحكم. وبتمنى لكم السعاده من قلبي. وادعوا لي دعوه حلوه ربنا يغير حياتي للافضل والاحسن ويغير حياتكم للافضل والاحسن. والسلام عليكم ورحمه الله.